يا أهلا بيكم. النهاردة احنا داخلين منطقة بصراحة غريبة شوية في السينما، منطقة الأبطال الخارقين اللي يعني مش زي اللي متعودين عليهم خالص. أهلا بيك. فعلا الموضوع ده شيق لأنه بيورينا قد إيه مفهوم البطل الخارق ده ممكن يتمدد ويبقى له أشكال تانية خالص. تمام. المصادر اللي معانا بتتكلم عن أفلام أبطالها نقول غريبين، كوميديين، يمكن مقلقين شوية، بس الأكيد إنهم مختلفين تماماً. بالظبط، والحلو إن الأفلام دي بتثبت إنه مش لازم ميزانية ضخمة أو أسماء نجوم كبيرة قوي عشان نعمل قصة بطل خارق مختلفة وممكن تكون مؤثرة بطريقتها. حتى لو كانت غريبة؟ حتى لو كانت غريبة جدا، ساعات الغرابة دي هي اللي بتديها طعمها. طيب نبدأ بإيه؟ خلينا نمسك مثلاً The Toxic Avenger، فاكرها؟ بتاع 1984. طبعاً ده أيقونة في عالم الأفلام البي موفيز والرعب الكوميدي الأسود. قصة شاب بسيط كده بيقع في نفايات سامة ويتحول لوحش بشع بس بقلب طيب نوعاً ما. والمصادر بتقول إن الفيلم ده أصلاً يعني اتعمل بميزانية تكاد تكون لا تذكر، صح؟ فعلاً، وفي الأول محدش اهتم بيه قوي، لكن بعد كده عمل نجاح مفاجئ وبقى ليه جمهور مخصوص كده بيحبه جداً، اللي بنسميه cult following. لدرجة إنه اتعمل منه أجزاء تانية وسلاسل كرتون ومسرحية كمان. بالظبط، ده دليل إن القصة حتى لو مجنونة ومش متكلفة ممكن تلمس وتر معين عند الجمهور. يمكن السخرية اللي فيه أو فكرة إن البطل طالع من قلب التلوث ده نفسه عشان يحاربه. طيب نروح لواحد تاني مختلف تماماً بقى في قدراته، The Meteor Man بتاع 1993. ده بتاع روبرت تاونسند. أيوة، مدرس خجول ومسالم وفجأة نيزك يخبطه فيكتسب قوة خارقة ومناعة ضد الأمراض، وكمان يقدر يلمس كتاب يحفظ كل اللي فيه في 30 ثانية. ما تنساش إنه بقى بيتكلم على الكلاب. دي كانت أغرب حتة. فعلا دي تفصيلة غريبة أوي. المثال ده بيوضح التنوع، يعني توكسيك أفنجر كان فيه بعد نقدي ساخر واضح، حتة بيئية واجتماعية، إنما ميتيور مان كان أقرب لكوميديا اجتماعية لطيفة عن إنسان عادي يلاقي نفسه فجأة بطل خارق. بس معرفش يحقق نفس النجاح التجاري، صح؟ للأسف لا، يعني المصادر بتقول إنه اترشح لجائزة ساترن أوورد بس خسر قدام جوراسيك بارك في نفس السنة، وإيراداته مغطتش تكاليفه. النجاح هنا يعني مش مضمون حتى لو الفكرة مبتكرة. معنى كده إن الظاهرة دي مش بس في أمريكا، الغرابة دي وصلت لسينمات تانية؟ أكيد، وده بيخلي الموضوع أغنى كمان. عندك مثلا فيلم من ماليزيا سي ساك مان أو الرجل السحلية، ده كان سنة 2006. سحلية؟ إيه قصته ده كمان؟ قصته أنه البطل بلع سحلية بالصدفة البحتة ومن بعدها اكتسب قدرات زي السحالي، يتسلق الحيطان بسهولة، جروحه بتلتئم بسرعة، ولسانه بقى مطاطي وطويل جدا زي لسان السحلية. يا خبر، دي تفاصيل فعلا مش طبيعية خالص. هو فعلا كان حاجة جديدة وقتها في ماليزيا. المصادر بتوضح أنه كان أول فيلم بطل خارق ماليزي، وكان فيه طموح كبير خصوصاً في استخدام CGI المؤثرات البصرية. بيقولوا حوالي 40% من الفيلم كان CGI، وعملوا مدينة كاملة بالكمبيوتر. ده رقم كبير لوقته جداً. فالفيلم ده بغض النظر عن غرابة قدرات البطل كان بيعكس رغبة في تقديم هوية محلية في نوع أفلام عالمي زي ده. ورغم إن النقاد مدحوهوش قوي، لكنه نجح تجارياً وعملوا منه أجزاء تانية. طب إيه اللي بيحصل بقى لما الغرابة توصل لأقصى مراحلها؟ يعني تبقى عبثية تقريباً. هنا بقى ممكن نفتكر حاجات زي فيلم Kiss Meets the Phantom of the Park. ده فيلم تلفزيوني إنتاج 1978 بتاع فرقة الروكز. هو ده. أعضاء الفرقة نفسهم بيكتسبوا قوة خارقة، يعني واحد بيطلع نار من بقه، واحد ليزر من عينيه، واحد بيتنقل لحظياً، والأخير عنده رشاقة خارقة. كل ده عشان يحاربوا عالم شرير مجنون في مدينة ملاهي. الكلام ده بجد؟ والله الفيلم كان يعني حاجة كده في منتهى السطحية والغرابة، لدرجة إنه بقى مادة للسخرية بعد كده، لدرجة إن فرقة كيس نفسها تبرأت منه واعتبرته غلطة كبيرة في تاريخها. ده بيورينا إزاي الفكرة ممكن تتشوه تماماً لو التنفيذ كان سيء قوي. وفي نوع ثالث من الغرابة يمكن مش في القدرات نفسها قد ما هو في شخصية البطل وسلوكه، زي هانكوك بتاع ويل سميث. ده نموذج مختلف خالص، بطل خارق بقدرات جبارة فعلاً، لكنه شخص مش مسؤول، متهور، عصبي، وبيشرب خمرة، وتصرفاته بتسبب خراب أكتر ما بتصلح. هنا الغرابة جاية من تحدي صورة البطل المثالي اللي نعرفها. الفيلم بيطرح أسئلة مهمة عن مسؤولية القوة دي وعواقبها لو في إيد حد مش أهل ليها.
ده في حد ذاته يعتبر توسيع لمفهوم البطل الخارق بعيد عن الكليشيهات. الأفلام دي سواء اللي نجحت أو اللي فشلت فشل ذريع كلها بتقدم زوايا ورؤى مختلفة وأحياناً مجنونة خالص عن فكرة البطل. وده بيخلينا نفكر في الآخر، بالظبط، هو إيه أصلاً اللي بيصنع قصة بطل خارق حقيقية؟ هل هي بس القدرات الخارقة؟ ولا الميزانية الضخمة؟ ولا السياق الثقافي اللي طالعة منه؟ ولا يمكن هي بس الجرأة؟ الجرأة إنك تحكي قصة مختلفة وفريدة حتى لو كانت ضد كل التوقعات وكل القوالب المعروفة. سؤال مهم فعلا، ويخلي الواحد يعيد تفكير في حدود وتصنيفات النوع ده من الأفلام.